بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك أول مرة تشوفنا دي قناة موسوعة تراخيص المرور، بنهتم بصفة خاصة بالرد على مشاكل واستفسارات حضراتكم حول تراخيص المرور في مصر، سواء برخص التسيير أو رخص القيادة، وكيفية التغلب على تلك المشاكل. طلعت جواب المجالس الطبية. الجواب بيقول يمكنه القيادة بنفسه. في الحالة دي أقدر أطلع رخصة خاصة. طبعا طالما الكشف الطبي الخاص بالمجالس الطبية قرر ان حضرتك تقدر تسوق بنفسك دون الحاجة لمرافق، من حقك انك تطلع رخصة قيادة خاصة تسوق بيها عربيتك. وفي الحالة ديت بنكتب لك على الرخصة في الاشتراطات حظر جمارك لا يقودها الا مالكها. ده بالنسبة لرخصة تسيير. في رخصة القيادة بنكتب على ظهر رخصة القيادة يقود السيارة رقم كذا فقط لا غير. يبقى في ظهر رخصة القيادة بنكتب في الاشتراطات لقيادة السيارة رقم كذا. في ظهر رخصة التسيير حظر جمارك لا يقودها إلا مالكها. طب لو العربية مجهزة طبيا لحالتي، يبقى حظر جمارك لا يقودها إلا مالكها مجهزة طبيا. العربية ما رخصتش من 7 سنين، فتكلفة الضريبة بتاعتها بتكون قد إيه؟ فبنقول بالنسبة لضرائب ورسوم مرور متأخرة بتدفع آخر 5 سنين، أو بتدفع الضريبة المتأخرة بحد أقصى 5 سنوات من آخر ترخيص. طيب الغرامات قد إيه؟ بتبقى تلت ضريبة من الضريبة الأصلية زي التأمين لو حد. طيب المبلغ في حدود قد إيه؟ قلنا مبلغ ضريبة العربية الملاكي بيختلف من عربية للتانية على حسب موديل العربية والسعة اللترية للموتور. يبقى ضريبة العربية الملاكي بتتحسب على أساس السعة اللترية للموتور والموديل العربية. كل ما الموديل بتاع العربية قدم أو عدى عليه مدة من الزمن، رسم تأمين الموارد بيقل عن السنة اللي قبلها. المبلغ في حدود قد إيه؟ فبنقول لو العربية 1600 سي سي، الترخيص ال3 سنين لقدام مش هيكلف أقل من 5000 جنيه، والمدة القديمة حوالي 3.5 اللي هو أو 4000 جنيه. الفحص الفني لوحده ممكن بيوصل تكاليف الفحص 1200 جنيه بالأوراق، وده اللي بيبين او بيخلي الضريبه عاليه شويه، اللي هو زياده رسوم الفحص الفني. دلوقتي انا من الغردقه ومقيم حاليا في القاهره، عاوز ارخص عربيه او ارخص موتوسيكل في القاهره في المتبع. فبنقول بالنسبه لمحل الاقامه او المرور المختص، هو المرور التابع له محل اقامه حضرتك في بطاقه الرقم القومي وفقا للائحه التنفيذيه لقانون المرور. يعني انا الاقامه بتاعتي في البطاقه الغردقه، يبقى المفروض وحدة الترخيص بتاعتي الغردقة. لو أنا مقيم القاهرة، البطاقة القاهرة من حق أن أرخص القاهرة. ففي الحالة دي حضرتك طالما إقامتك في محافظة تانية هترخص في المحافظة التانية. عاوز ترخص في القاهرة بتغير بطاقة الرقم القومي بتاعتك للقاهرة، وبالتالي من حقك ترخص في مرور القاهرة. طيب أنا دلوقتي إقامة الغردقة، البطاقة فيها الغردقة، بس معايا وصل كهرباء ووصل ميه وغاز والكلام ده كله، وعندي شقه في القاهره، من حقي ان ارخص في القاهره وفقا للائحه التنفيذيه لقانون المرور. من حقك انك ترخص في القاهره وفقا لمحل اقامتك التاني، بس بشرط ايه؟ بشرط السند اللي انت حضرتك بتقدمه، اللي بيثبت بيفيد ان الاقامه بتاعتك مختلفه عن اقامه في بطاقه الرقم القومي. السند دهوت او المستند ده لازم يقبله رئيس وحده المرور المختصه. يعني مش الزام عليه انه يرخص لك بمحل الاقامه الثاني اللي قدمت بيه وصل كهرباء او ميه، انما بتبقى تقديريه من رئيس الوحده، وبيكتب كده هوت ان في عنوان ثاني مختلف عن بطاقه الرقم القومي، ولازم يقبل هذا المستند. يبقى انا عندي اقامتي في البطاقه الغردقه وعاوز ارخص في القاهره بوصل كهرباء ووصل ميه، لازم رئيس الوحده المختص يقبل السند الدال على محل الإقامة الآخر علشان يقدر يرخص لي بيه. ودي بتبقى حالات قليلة جدا، ودلوقتي تعتبر معدومة، يعني ما فيش حد بيرخص غير في مرور محل الإقامة. إنما وفقا للائحة يجوز إن أنا أرخص في المرور الثاني إذا قام عليه دليل جدي يقبله رئيس الوحدة المختص. يبقى لازم رئيس الوحدة يقبل المستند الثاني الدال على الإقامة، سواء كان وصل كهرباء وصل غاز عقد بيع شقة، الكلام ده كله. دلوقتي انا معايا رخصه قياده تانية، عايز اطلع رخصه قياده جريدر. فبنقول وفقا لقانون المرور
رخصة القيادة التانية ممكن تسوق بيها معدة ثقيلة، جريدر، winch، أي معدة ثقيلة. طيب زي ما قلنا قبل كده، رخصة قيادة المعدات الثقيلة تستخرج من المرور، إنما تستخرج من مراكز التدريب على قيادة المعدات الثقيلة، ودي تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. ولازم عشان تطلع رخصة قيادة المعدة الثقيلة دي تلتحق بأحد المعاهد المختصة، زي معهد تدريب العاشر من رمضان، معهد تدريب السادات، معهد تدريب بني سويف، معهد تدريب 6 أكتوبر، معهد تدريب كوم أوشيم، معهد تدريب اسكندرية، معهد تدريب السويس، معهد تدريب الإسماعيلية. وزي ما قلنا مراكز تدريب قيادة المعدات الثقيلة منتشرة في المدن الجديدة، ومن حاجة تلتحق بيها بتدفع رسم معين للرخصة، بتكون بسنة أو ب3 سنين، تقدر بالرخصة دي تسوق معدة ثقيلة. يبقى أنا ممكن أطلع رخصة معدة ثقيلة وما معيش رخص قيادة مهنية، لا تالتة ولا تانية ولا أولى، ممكن أطلع رخصة معدة ثقيلة. طيب معايا رخصة قيادة درجة تانية، ممكن أسوق بيها معدة ثقيلة. نعم ينفع تسوق بيها معدة ثقيلة سواء رخصة تانية أو رخصة أولى، إنما رخصة تالتة ما ينفعش تسوق بيها رخصة أو قيادة معدة ثقيلة. يبقى رخصة تالتة ما تسوقش معدة ثقيلة، رخصة تانية على الأقل هي اللي ممكن أسوق بيها المعدة الثقيلة. عاوز أطلع رخصة معدة ثقيلة منفصلة عن الرخصة المهنية، زي ما قلنا لازم أو يلزم الالتحاق بأحد مراكز تدريب على قيادة المعدات الثقيلة، ودي منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. حاولنا نرد على معظم أسئلة واستفسارات حضراتكم، في انتظار المزيد والمزيد. لا تنسونا بصالح الدعاء، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.